اهلا بيكم معانا في فيلمنا النهارده. معانا ومعاكم فيلم الاثاره 13 اساسن اللي تم اصداره سنه 2010 عشان لو حابب تدور عليه. وطبعا قبل ما نبدا ما تنساش لايكك الجميل، اشتراكك في القناه لو انت مش مشترك معانا عشان يوصلك كل جديد. قبل ما نبدا برضو عايزك تعرف معنى كلمتين. الاولى هي الرونين واللي هما الساموراي الحر واللي ما عندوش سيد، والسيبيكو هي طريقه الساموراي عشان يرجع شرفه تاني بانه يقتل نفسه ويشق بطنه. في اوقات السلام قوة الساموراي بتضعف، وفي احد العائلات كان في امير اسمه نا، وكان الاخ غير الشقيق لرئيس جماعة المحاربين واللي شبه رئيس الوزراء عندنا كده اعتقد. الرئيس بتاعهم كان عايز يخلي نا المساعد بتاعه، لكن دوي واللي كان عضو في الجماعة كان عارف ان لو نا دخل فترة السلام هتنتهي تماما بسبب المصايب اللي بيعملها وبيتم التستر عليها بسرعة. بنشوف الاول واحد بيرتكب السيبيكو ومش عارف ليه بيعمل كده. دوي كان عايز يرفض فكرة الرئيس عشان يجيب ناب، لكن الرئيس رفض رفضه للموضوع اللي هو بيعلي عليه، انا ارفض مرة وانت ترفض مرة وهكذا. تعيين كان هيبدأ اول لما يرجع لبيت عيلته على طول. دوي ساعتها قرر انه يجمع بعض الساموراي. بنشوف بعدها واحد قاعد يصطاد في امان الله وبيجيله واحد وبيديله رسالة من دوي بيطلب منه فيها يجي يتغدى معاه. لما بيوصل وبيقابل دوي بنعرف انه عايز يقتل نا، لكن مفيش ناس مجانين كفاية عشان تقف قصاده. الساموراي ده كان اسمه شيمادا. دوي بيحاول يقنعه بالفظايع اللي بيعملها نا، وعشان كده خلاه يقابل واحد. الجدع ده بيحكي له انه استضاف نا في بيته واكرمه بما يناسب مقامه، لكن نا اغتصب مرات ابنه اللي كان متجوز يا دوب من كام شهر. ولما ابنه عرف اللي حصل نا قتله من غير ما يعمل اي حاجه، وبعدها مراته نفذت السيبيكو عشان ترفع العار من عليها. وبيوريه بعدها كمان واحده اطرافها كلها اتقطعت من لسانها، وبنعرف انها بنت كبير الفلاحين اللي نا مسكهم وعمل فيهم مجزره بشعه. شيمادا اتحمس على الاخر ووافق انهم يقتلوا نا، مع ان محدش فيهم قالها صريحه. بنرجع لمساعد نا هانابي لما بيعرف ان نا ماسك عليه الخدم ورابطهم وقاعد بيتمرن عليهم بالاسهم وبيقتل منهم الاطفال والستات كمان يا مفتري. حاول يخليه يقف لكن مفيش فايده. هانابي كان عارف ان دوي عامل اجتماع في بيته، ومع انه عارف ان نا ديكتاتور وحيوان الا انه كان عايز يحميه برضه، وعشان كده طلب من المساعد بتاعه يبعت جواسيس على بيت دوي وبيقول له يرشي الخدم عشان يعرف مين اللي دخل ومين اللي طلع. تاني يوم بيوصل له ان شيمادا هو اللي قابل دوي. بنعرف انهم كانوا زمايل في المدرسه، وكان عارف ان شيمادا موهوب على الاخر في القتل، وكان فاكر ان ده حظ نحس ليهم. بنرجع لشيمادا اللي كان جايب واحد عشان ينضم للخطه بتاعته، وكان على قدر عالي جدا من المهاره. وبعدها بنلاقي 7 تانيين قصاد شيمادا وبينضموا معاهم في المهمه، وبكده بقوا 9. بيراجعوا على الخطة مرة تانية. نا كان هيسيب الإيدو اللي هو فيه، وده المكان اللي بيتقال عليه مكان تدريب أو مقر حكم، مش عارف أنا خمنتها من جينتاما. المهم إنه هيسيب الإيدو خلال شهر من دلوقتي ولازم يوقفوه ساعتها، ولو دخل أرض عيلته مش هيعرفوه يلمسوه مهما حصل. بعدها فترة بنلاقي واحد منهم كان ماشي، ومرة واحدة بيطلع عليه شوية محاربين وبيضربوه شوية، لكن واحد من ال9 بيطلع وبيلحقه وبنلاقي إنه بيتغلب على ال5 لوحده. بنعرف إن الناس دي هنابي هو اللي بعتهم عشان يدمروا خطة دوي، فبيبعت ناس احسن منهم المرة اللي بعدها. بنروح لاحد بيوت المتعة اللي كلها منكر وقمار ونسوان استغفر الله، وبنلاقي شيمادا داخل وكان بيدور على ابن اخوه. لما بيلاقيه كان سكران على الاخر طينة، ومعاه حوالي 5 6 المنحرف. بيقعد معاه وبياكلوا شوية وبيسأله عن احواله، وبيقول له زي الفل، مراتي لسه ما طردتنيش يا خال، وانت اخبارك ايه؟ بيتكلم شويه عن اللي بيحصل وعمه بيقول له على اللي ناوي يعمله، لكن ما بيقولش اي حاجه صريحه برضه. لكن في الغالب ابن اخوه بيفهم الليله، ولما بيخلصوا بياخد بعضه بيروح وهو بيفكر في كلام عمه. بيطلع عليه 5 حراميه وملهمش علاقه بهنابي، لكن بيحط عليهم كلهم وبياخد بعضه وبيروح. مراته بتخش عليه واللي واضح انها بتحبه من شكلها، وحظها اخبر للاسف عشان حبت السكير ده، بس ما علينا. لما بيقول لها ان عمه كلمه وما زودش كلمة عن كده وهي شافته وبيفكر، عرفت انها مهمة خطيرة، وساعتها بتقول له لا يا حبيبي، لكن كان قرر خلاص وكان ناوي يروح لعمه. مراته بتسأله هترجع امتى؟ قال لها قريب، لو اتأخرت ابقي زوريني في يوم الموتى، وبياخد بعضه وبيمشي. بنروح لشيمادا اللي كان قدامه ساموراي صغير في السن لكن كان عايز ينضم ليهم. كان ممانع في الاول بسبب سنه الصغير، لكن بيعرف ان الولاء والقوه مش محكومه بسن فبيوافق. وساعتها الراجل اللي جنب الجدع اللي كان بيتكلم ومش عارف اساميهم لان اسمائهم غريبه على الاخر، فهنمشيها ضماير. المهم
بيقول له انه عارف ان قضيتهم نبيله وانتحاريه وعايز يخش معاهم فيها، لكن بيقول لهم انه عايز 200 خربوش عشان يخش معاه في المهمه. استغربوا كلهم، لكن قال لهم ان ال 200 خربوش دول عشان اسدد ديني واعمل قبر لمراتي اللي ماتت بسببي، والباقي اشوف متع الدنيا اللي معرفتش اخدها قبل ما اموت. وكلهم بيضحكوا طبعا عشان الراجل بيبيع روحه مقابل 200 خربوش بس، ومعرفش يطلعوا كام مصري الصراحه. ساعتها ابن اخوه بيخش بيقول انه عايز ينضم ليهم، وطبعا بيوافق مع انه ما طلبش منه يدخل معاهم، لكن اهو واحد زياده وخلاص. وبكده مش فاكر نسيت اعد، بنشوفهم بقى بعد كده وهم بيتدربوا سوا. سيفك يقع اضرب بسكينتك، سكينتك تقع اضرب بطوبه، طوبه تقع اضرب بدراعك. كانوا بيتكلموا في الخطه وكل واحد هيكون له دور، واتنين منهم بيتدربوا على القنابل. في احد الليالي بنلاقي هنابي جاي يزور شيمادا، كان جاي يكلمه عن اللي بيعمله، وشيمادا بيقول له انه هيعمل اللي فيه مصلحه الناس، وهنابي قال له ان وظيفه الساموراي انه يخدم سيده مهما حصل. بنشوف نا في المشهد اللي بعد كده وهو بيبعد عصيان الاكل اللي نفسي اجرب اكل بيها، ما بعرفش امسك بيها المكرونه يا جدعان، وبياكل من الطبق ببقه على طول. والله مش عارف ايه ده، تحس ان ابوه هندي ولا حاجه. واخيرا نا بيطلع من ايده والجيش بتاعه معاه. على الجانب الاخر بقى مع شلتنا كانوا لسه بيخططوا، في الاخر سبتوا على قرار، كانوا ناويين يطلبوا مساعده من العيله اللي نا قتل ابنها عشان يقفلوا عليه الطريق ويمنعوه يعدي، وبالتالي هيكون قدامه حل واحد وهو انه يروح من طريق تاني، وما كانش فيه غير طريق واحد هيعدي منه، وكان في قريه هناك قرروا انهم يستنوا فيها. كل واحد خد بعضه، واللي راح للعيله عشان يكلمها، واللي راح عشان يجيب المؤن، والكل قام عشان يشوف دوره في الليله دي ايه. وكان عددهم 12 رونن، وهم في الطريق بيطلع عليهم شويه محاربين والشكله بتبدا، لكن بيعرفوا يقتلوهم كلهم ومحدش منهم بيموت، وبيعرفوا ان هنابي هو اللي مأجرهم وحاططهم على طول الطريق، وعشان كده بيقرروا انهم بيطلعوا من طريق الغابه اللي محدش هيكون فيه. وهم في طريقهم بيقابلوا واحد متعلق وبينزلوه، وكانوا ضيعوا طريقهم، فالجدع ده بياخدهم عشان يرجعهم تاني وهيبقى ال 13 بتاعهم. على الجانب الاخر معناه بيعرف ان العيله مش هتعديه من على الجسر بتاعها، وكان هيعمل شكله والمعركه هتقوم، لكن بيغير رايه في الاخر وبياخد طريق تاني. وساعتها زعيم العيله بيعمل لسبيكو، مش عارف ليه والله، بس هو اي حد يحس بشويه عار يقوم مخلص على نفسه ويشق بطنه. شيمادا والرجاله بيوصلوا للقريه تاني، والجدع اللي لاقوه بيقول لهم انا عارف انكم بتصطادوا، فبتصطادوا ايه بقى؟ الله اعلم، بس عايز اجي معاكم. ومن حسن الحظ ان الجدع ده كان ناشف زياده عن اللزوم، حتى اتنين من الرجاله مسكوا جدر خشب وعلى دماغه وما حسش باي حاجه، وساعتها شيمادا وافق انه يجي معاهم. بيوصلوا للقريه والعمده بيطلع عشان يقابل الناس اللي دفعوا له كل الفلوس دي عشان ياخدوا القريه. الرجاله بتجهز ارض المعركه وبتجهز القريه بكل حاجه، والمصيبه بتلاقي انها جاي ب 200 راجل بدل 70، لكن الشكله بتقرر انها تكمل الهجوم. الفخاخ بتشتغل والناس بتبدا تقع، وخلصوا على ال70 واحد منهم، وبعد كده كملوا بالايد. للاسف بسبب كتره العدد الساموراي وقعوا واحد واحد، والجدع اللي من الجبل خد سيف في طرف رقبته وخد طعنه شديده بالسيف، والمفروض ماتوا في الاخر كلهم ماتوا عدا شيمادا وابن اخوه. كل جدودنا ماتوا وكان فاضل اتنين وهنابي. شيمادا بيواجه هنابي وبيخلص عليه في الاخر، وبعدها شيمادا بيطلع على الامير وبيخلص عليه هو كمان وبيموت بجراحه. بعدها ابن اخوه بيلف في القريه اللي كلها بقت دمار، وبنلاقي الجدع من الغابه بيطلع ولا كأنه كان بيتشمس ابن المفتريه، وبعدها خد بعضه ومشي ولا كأنه كان في هنا اي حاجه خالص. بنعرف ان الحكومه تم ابلاغها ان ناء مات من المرض، وبنشوف في الاخر مرات ابن اخو شيمادا وهي بتبص بره الباب بتاعها وبتفرح جدا، وبنعرف ان جوزها رجع عايش اخيرا. وساعتها تتر النهايه بيظهر، وكده يكون فيلمنا النهارده خلص، ونشوفكم على خير الفيلم الجاي. سلام.